شاب تركز عليه المخضرم بعدين مطقم مع الديكور حقنا حق الاستوديو. انتم تتعلق هناك ورا الكشخه ما شاء الله تبارك الله شيء. خلاص ازيك يا الكراش يعني شنو يا رشا؟ طيب الكراش يعني شنو يا جماعه؟ سمعت غريب والله العظيم. طيب ما مشكله ممكن الناس يجاوبوك. جلواق بيسال كراش معناه شنو؟ شوف لوننا واحد كيف عليك سبحان الله. الكراش معناه شنو؟ طيب نشوف التعليقات. بيتكلموا بالانجليزي شنو اصحابك دي؟ لا عربي. انا ضايف ده بالمناسبه ما في انجليزي. هذا مستوى. لا بكتب عربي هذا. قال الشاب دي على شنو؟ على صوتك. على صوتك نورين باشا يا جلواق بيسألكم معنى كلمة كراش معناها شنو؟ لما زول يقول لك أنا مكرشة عليك يا جلواق. دي صحيح؟ احترفي له. يلا هذه تفاهمها ما هي تفاهمها؟ لا ما قلت مكرشة عليك يعني شنو؟ يعني مبركنة جنبك. الله الغباء والله واحدة كتبت وجخات صورتي. أنا الكراش بتاعي محمد جلواق. دي قلتيها كده؟ هي يعني أنا بقول لك إنه هي قالت كده؟ لا قالت أسوأ حاجة بعد الالتهاب وأكل مال اليتيم والكورونا إنه تكتشف إنه الكراش متزوج. حاطة صورتي. ما ده معناته إنه هي متزوج بليش. يمكن هسه تشوف اللايف. متزوج شديد لو قاعدة معك. إذا هي بتخش عليك. أنا حضرتها عندي والله. حضرتها. طيب يا شباب في واحدة قالت إنها مكرشة على السيد جلواق وجلواق ما فاهم معناها شنو. فهي معناها إنها بتحبك وبتكن لك. تقول لي بيحبك كده قدام الناس. لا يو لاف يوك يو لاف يو. هي بتلفك اخر بتحبك. بقول لك شنو هي بتلفك وبتكن لك نوع من انواع المشاعر والاحترام وحاسه انه انت فارس احلامها. عندهم قروش ولا لا؟ في الحصان الابيض. انا عندي 3 خانات. ده تصريح. طيب جلواك الان عنده 3 خانات للزواج. للزواج.